السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم إننا نسألك إيمانا نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء، ونسألك اللهم أن تنطقنا بالحكمة، وأن تجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأن تعلمنا ما لا نعلم، وأن تخرجنا من ظلمات الوهم، إنك أنت الأعز الأكرم. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات السلسلة السابعة، الحلقة السادسة، نتناول فيها المغرب والأندلس دائما، وهذه المرة في عهد المرابطين. نشأت دولتهم في بادئ الأمر من دعوة سنية قادها عبد الله بن ياسين، وهو فقيه سني متمكن سطع نجمه في سماء المغرب في بيئة تعج بالقلاقل والفتن والضلالات، ولكنه تمكن من تكوين الجيل الأول لدولة المرابطين على منهج الدين الإسلامي الحنيف، وغايتهم في ذلك طلب الجنة والنجاة من النار، وعمارة الأرض بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولد عبد الله بن ياسين في أوائل القرن الخامس الهجري من أب ملثم صنهاجي يدعى مكوك بن مسير بن علي في تخوم الصحراء سوس بالمغرب، وبالضبط في منطقة تمنارت، وهي الآن تابعة لإقليم طاطا. ودرس عند فقيه يسمى وجاج بن زل اللمطي، وهو فقيه مغربي تتلمذ على يد الفقيه أبي عمران الفاسي. ورحل عبد الله بن ياسين إلى الأندلس في طلب العلم في عهد ملوك الطوائف، وأقام بقرطبة 7 سنين، واجتهد في تحصيل العلم، وأصبح من خيرة الطلاب يومئذ. وبعث أبو عمران الفاسي بشيخ قبيلة جدالة يحيى بن إبراهيم إلى رباط الفقيه وجاج اللمطي، وطلب منه أن يزوده بفقيه يجدد الإسلام لأهل جدالة وصنهاجة، لما رأى من انحرافها والفتن التي تروج فيها. فوقع اختيار الشيخ على عبد الله بن ياسين ليرحل مع الشيخ يحيى بن إبراهيم إلى قبيلته في الصحراء ليجدد لهم أمر الدين. وكان عبد الله بن ياسين شابا جلدا تقيا ورعا، حاول في البداية مع الشيخ يحيى بن إبراهيم أن يجدد أمر الدين في قبيلة جدالة بالصحراء، لكنه فشل في بادئ الأمر، ولم يستطع اختراق العادات والتقاليد الأمازيغية. بدأ عبد الله بن ياسين رحلته الدعوية بنصيحة وإرشاد القبائل لاتباع العقيدة الإسلامية السليمة، وأخذ يشرح الدين الإسلامي للناس والعقائد وبيان فضل الإسلام. ورغم قبول بعض الناس لدعوته، فإنهم قد رفضوا بعض أحكام الإسلام في القصاص والسرقة والزنا، ولم يقبلوا منه سوى الصلاة والزكاة، وهددوه بالقتل إذا لم يغادر البلد. ثم بعد ذلك رحل عنهم إلى بلاد السودان، ولكن الشيخ، يعني شيخ القبيلة يحيى بن إبراهيم الجدالي، نصحه بالبقاء، لكنه لم يرد، وانطلق إلى بلاد السودان، وهناك أقام رباطه على مصب نهر السنغال.
واجتمع له تلاميذ كثر بهذه المنطقة فسماهم المرابطين. ولما تجمع حوله ما يكفي من الرجال انتقل عبد الله بن ياسين إلى تسليح الدعوة وتكوين جيش من المرابطين لكي يوحد به المغرب. وأمر عليهم في البداية الشيخ يحيى بن إبراهيم. وخاض المرابطون عدة معارك ضد القبائل الصنهاجية التي ثارت ضد دعوة عبد الله بن ياسين كجدال ولمتونة وغيرهما، واستمروا في محاربة الخارجين عليهم إلى أن سيطروا على بلاد الصحراء، وجمعوا مالا كثيرا من الزكاة والأعشار. ولما توفي الشيخ يحيى بن إبراهيم جمع عبد الله بن ياسين رؤساء القبائل من صنهاجة وقدم عليهم يحيى بن عمر اللمثوني وأمره عليهم. لكن عبد الله بن ياسين حسب قول بعض المؤرخين بقيت له السلطة الدينية كأب روحي لجميع المرابطين. وبعد ذلك تقوت الدولة كثيرا وبدأ الزحف نحو جميع بلدان المغرب حتى وحدوها كلها. ولما توفي يحيى بن عمر أمر عليهم الشيخ عبد الله بن ياسين أبو بكر ابن عمر أخوه، فواصل بالمرابطين الزحف حتى بلغ أغمات، وهناك راودته فكرة الجهاد في جنوب المغرب، فأمر على المرابطين يوسف ابن تاشفين وانصرف إلى جهاده هناك بأدغال الصحراء حتى قتل في سبيل الله. فكان يوسف ابن تاشفين خير من يستخلف على المرابطين، وواصل جهاده حتى وحد المغرب كله وأسس مدينة مراكش كعاصمة للمرابطين. وكانت أعنف المقاومات على الإطلاق التي واجهت المرابطين هي مقاومة قبائل برغواطة بتمسنة، وعليها سميت مدينة تمسنة التي توجد بضواحي مدينة الرباط. وخلال إحدى المعارك التي دارت بين المرابطين وقبائل برغواطة استشهد الفقيه عبد الله بن ياسين، وأمر المرابطين أن يدفن في المكان الذي يستشهد فيه. وكان مكان استشهاده هو منطقة كريفلة على جبل أقيم له ضريح بهذه المنطقة وهو موجود إلى الآن. وكانت هذه إشارة منه رحمه الله للمرابطين ألا يرجعوا من أي مكان وصلوه حتى ينشروا دين الله في الأرض ومهما كان الأمر. وفعلا واصل المرابطون جهادهم بقيادة يوسف بن تاشفين حتى وحدوا المغرب كله من المحيط الأطلسي حتى الحدود مع مصر، وتوغلوا جنوبا في القارة الإفريقية حتى بلغوا إفريقيا الوسطى والكاميرون والغابون، فتوحد المغرب بفضلهم وصار دولة قوية لا يشق لها غبار. وفي يوم من الأيام جاء وفد أندلسي يحمل استغاثة المعتمد بن عباد أحد ملوك الطوائف يستغيث فيها أمير المسلمين يوسف بن تاشفين كي يرد عنهم خطر ألفونسو السادس الذي جاء هذه المرة يريد أن يجهز على ملوك الطوائف وينتزع الأندلس منهم ويطردهم إلى عدوة المغرب. فعبر إليهم بجيشه من سبتة واستقر قليلا في الجزيرة الخضراء، وتهيأ جيدا للقاء ملك النصارى ألفونسو السادس إلى جانب جيش كبير من الأندلسيين يقوده المعتمد بن عباد. وتمكن
الجمعان من إلحاق هزيمة نكراء بجيش النصارى، وفر ألفونسو السادس إلى طليطلة يلملم جراحه. وكان يوسف بن تاشفين يومئذ في 80 من عمره، وقد أبلى بلاء حسنا وأحكم خطته التي قضى بها على ألفونسو السادس وجيشه. ولما رجع يوسف بن تاشفين إلى المغرب بعد أن رد كيد النصارى، عاد ملوك الطوائف إلى سيرتهم الأولى، وعادوا إلى بضخهم وإلى تحالفهم مع ألفونسو السادس، فوقع ما وقع لهم في المرة الأولى، وجاء خطر ألفونسو السادس يهددهم هذه المرة بضربة قاضية، بعدما تيقن من عدم عودة المرابطين إلى الأندلس، لكنهم خيبوا أمله وعادوا مرة أخرى بقيادة يوسف بن تاشفين أيضا، لكن هذه المرة ليس لتخليص الأندلس من الصليبيين، ولكن هذه المرة لعزل ملوك الطوائف والقضاء على ما تبقى من جيش النصارى. وحكم المرابطون المغرب الكبير والأندلس بجدارة واقتدار. ولما توفي يوسف بن تاشفين خلفه ابنه علي بن يوسف، وواصل الجهاد من بعده، وتمكن من مواجهة ممالك قشتال وأراغون والبرتغال، وانتصر عليهم في بعض المعارك كمعركة أقليش وإفراغة، واستطاع أن يضم سرقسطة، وسميت معركة أقليش أيضا معركة الكونتات السبعة. وقد مات ألفونسو السادس ملك قشتالة بعد هذه المعركة، متأثرا بالهزيمة القاسية التي مني بها جيشه أمام جيش المرابطين. وكانت بداية أفول نجم المرابطين في عهد علي بن يوسف حدثا جللا أرق ملكه منذ سنة 515 وحتى وفاته سنة 537، وهو ظهور محمد بن تومرة وتأسيسه لحركة الموحدين التي ضعضعت ملك المرابطين وانتزعت منهم مناطق واسعة من المغرب. وتوفي علي بن يوسف والحرب بين المرابطين والموحدين في المغرب على أشدها. وتأسست دولة الموحدين على مرحلتين، كانت الأولى بظهور محمد بن تومرة كداعية إسلامي، وبدأ أولا بالإنكار على الفقهاء المرابطين وتسفيه الحكام، ولما اجتمع له عدد كبير من الناس بدأ بالتسليح والدعوة إلى قتال المرابطين. والثانية بعد وفاة المهدي بن تومرة، فخلفه عبد المؤمن بن علي القومي، وواصل جهاده وتوحيده للصف وقتال المرابطين حتى تمكن من القضاء عليهم وتأسيس دولة الموحدين التي حلت محل دولة المرابطين، وحكمت المغرب الكبير والأندلس مدة قرن ونصف القرن من الزمان. هذا والله أعلم، ونسبة الغيب إليه أحكم وأسلم وأقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكمل تاريخ المغرب والأندلس في عهد الموحدين في الحلقة 7 من هذه السلسلة.